ناس بتدير وناس بتقود. الفرق بينهم ممكن يغير مسار أي مكان. أسئلة تمشي واحنا معاها، واخدانا في رحله واحنا جواها. سؤال في دماغي بيلف ويدور، عايز إجابة مش بس مرور. كل فكرة تفتح باب جديد، في دماغنا دايما حلم بعيد. أهلا بيكم معانا في سؤال في دماغي. سؤال النهاردة بيقول: ما هو الفرق بين القائد والمدير؟ كتير قوي بنسمع المصطلحين دول وأوقات بنتلخبط بينهم. هل كل مدير لازم يكون قائد؟ طب والقائد ده لازم يكون عنده منصب إداري؟ خلينا نفك الاشتباك ده سوا ونشوف إيه الفروقات الجوهرية بينهم. تمام، خلينا نبدأ كده بالأصل، يعني بالتعريفات الأساسية عشان الأمور تبقى واضحة. المدير بصي هو الشخص اللي مسؤول عن تحقيق أهداف المؤسسة. دوره الأساسي إنه يستخدم الموارد المتاحة دي، سواء فلوس، وقت أو ناس، عشان يوصل للأهداف دي. بيركز قوي على التخطيط، التنظيم، الرقابة والتوجيه الإداري. شغلانة ليها أصولها يعني. يعني هو اللي بيتأكد إن المركب ماشية صح وفي مواعيدها باستخدام الخرائط والأدوات المتاحة. بالظبط كده. أما القائد بقى فالقصة مختلفة شوية. القائد هو اللي بيأثر في الناس، بيلهمهم عشان كلهم يتجمعوا حوالين رؤية واحدة، هدف مشترك عايزين يوصلوا له سوا. دوره بيرتكز أكتر على التأثير، الإلهام، التمكين، وبناء الثقة بينه وبين الفريق. هنا بقى بيجي الفرق الجوهري اللي بيلمح له خبراء كتير زي جون ماكسويل. هو قال جملة بسيطة بس عميقة قوي: المدير يعتمد على السلطة، القائد يعتمد على التأثير. يعني سلطة المدير دي جاية من الكرسي بتاعه، من المنصب الرسمي، لكن القائد لا، ده قوته بتيجي من مكان تاني خالص، من ثقة الناس فيه وقدرته إنه يخليهم عايزين يمشوا وراه. فعلا. وده بياخدنا لنقطة تانية مهمة برضو، ممكن تكون مستوحاة من أفكار ستيفن كوفي. القيادة بتركز على الأشخاص، الإدارة بتركز على الأنظمة. يعني المدير ممكن يكون همه الأكبر إن السيستم ماشي زي الكتاب ما بيقول، الإجراءات بتتنفذ صح، التقارير بتتسلم في ميعادها، بيهتم بالبروسيس نفسها. صح، لكن القائد بقى تلاقيه مركز أكتر على الناس اللي بتشغل السيستم ده. همه الناس دي تكون متحفزة، فاهمة الهدف الكبير، معاها الدعم اللي محتاجاه. تماماً. وهنا بتيجي مقولة بيتر دراكر المشهورة قوي واللي بتلخص كتير: الإدارة تفعل الأشياء بطريقة صحيحة، القيادة تفعل الأشياء الصحيحة. يعني إيه بقى؟ فسرها لنا أكتر. يعني المدير بيتأكد إننا بنعمل الشغلانة صح، بكفاءة، بأقل أخطاء ممكنة، ماشيين على الطريق المرسوم كويس. لكن القائد هو اللي بيتأكد الأول خالص إن الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده هو ده الطريق الصح أصلاً، هو ده اللي هيوصلنا للهدف الأكبر أو الرؤية اللي احنا عايزينها. فهمت. يعني واحد بيظبط سرعة العربية والتاني بيتأكد إن الجي بي اس مظبوط على الوجهة الصح. بالظبط كده، مثال كويس. وده بيظهر كمان في طريقة الشغل. المدير ممكن يقول اعملوا المطلوب منكم، الأوامر واضحة ومباشرة. لكن القائد غالباً هتلاقيه بيقول يلا نعملها سوا، بيحاول يحرك الناس من جواهم مش بس بالأوامر الرسمية. إحساس بالمشاركة يعني. فعلا. المدير بيركز على النتائج اليومية، المهام، التفاصيل الدقيقة، ال day-to-day operations. تمام. والقائد بقى بيركز على الصورة الأكبر، على المستقبل، على الرؤية طويلة الأمد. ومن هنا نيجي للتعامل مع التغيير. المدير بطبيعة دوره في الحفاظ على النظام ممكن يميل أكثر للاستقرار، للحفاظ على الوضع الحالي وتجنب الهزات الكبيرة. منطقي. بينما القائد لا، ده غالباً بيسعى للتغيير والتطوير، بيدور على الابتكار، وبيشوف اللي أبعد من الوضع الحالي. ممكن يكون هو مصدر الدوشة الإيجابية في المكان. طب وبالنسبة للعلاقات بين الناس في الشغل؟ دي برضو نقطة فرق مهمة. علاقة المدير بفريقه غالباً بتبقى علاقة عمل رسمية، محكومة بالهيكل التنظيمي والمهام. لكن القائد بيبني علاقات حقيقية وشخصية، أساسها الثقة والاحترام المتبادل. علاقات ممكن تتعدى حدود المكتب. ودي نقطة مهمة قوي بقى لازم نقولها: القيادة دي مش شرط تكون مرتبطة بمنصب، صح؟ طبعاً. دي من أكتر الأفكار اللي بتتردد دلوقتي، زي ما ماكسويل قال برضو: القيادة هي التأثير، لا أكثر ولا أقل. ممكن أي حد في أي منصب، حتى لو مش منصب إداري خالص، يكون قائد في محيطه.
لو بيأثر في اللي حواليه بشكل إيجابي، لو الناس بتثق فيه وبترجع له، يبقى هو بيمارس دور قيادي. زي المثال اللي ساعات بنسمعه عن مشرفة حضانة أو مدرسة قديمة في مدرسة، مش مديرين ولا حاجة، بس كلمتهم مسموعة والكل بيحترم رأيهم وبيستشيرهم. دول قادة بتأثيرهم مش بمنصبهم. السؤال مش لازم يكون هل أنا قائد، قد ما هو أنا بأثر إزاي في اللي حواليا، أو إيه نوع التأثير اللي بسيبه. يعني الموضوع مش لقب، الموضوع فعل وتأثير. أو زي ما بنقول كده بالبلدي، كونك مدير ده دور وظيفي بتاخد عليه مرتب، لكن كونك قائد دي رسالة وقناعة بتوصلها للناس. الناس مش بتمشي ورا الأوامر قد ما بتمشي ورا الرؤية والشخص اللي مؤمن بيها وبيعرف يوصلها. جميل قوي التلخيص ده، فعلا فروقات جوهرية ومهمة لأي حد بيشتغل مع ناس أو مسؤول عن فريق. وده كان سؤال النهاردة. لو الكلام فرق معاك أو حسيت إنه ممكن يساعد حد تاني، شاركه مع اللي بتحبهم، ويمكن السؤال ده يكون سبب في تغيير كبير في حياة حد. ولو عندك سؤال دايما بيجي في دماغك ومش لاقي ليه إجابة، اكتبوا لنا في التعليقات، يمكن يكون هو سؤال الحلقة الجاية. استنيني في سؤال جديد من سؤال في دماغي.